مرحبا، وكيف الحال؟ رح نعمل فتوش ونحكي قصة الفتوش من وين انطلق الفتوش. بس قبل ما نبلش بدي أورجيكم الخضروات والحشائش اللي عندي مشان نشتغل فيهم. هناك عندي النعناع إذا شفتوه. هلأ هون عندي هيدي بقلة. إذا بتشوفوا الخضار كلها طازة، فريش أورجانيك. أوكي شباب صبايا، جرجير، هيدي الخس، تمام. أضفت عليهم ملفوفة أبيض، هيدي البقلة، هيدي النعناع، هيدي الزعتر، الركة، البندورة، الخيار، الخس، فلفلة حمرا، خضرا، ملفوفة حمرا. أوكي. إذا بدكم ضيفوا كمان فجل بيروح معه فجل. وهيدي هلا بدنا نبلش بالغسيل. عنا أهم شيء بالفتوش هو الغسيل. شوفوا هون المنظر بيجنن روعة. يعني وأنا صايم عم شغل الصراحة، يعني راسي فتح من الروايح، ما شاء الله على الروايح العطرية تبعتهم. المهم شباب وصبايا، الفتوش بغسيله، تمام. نتعب شوي، نتعذب شوي فيه، بس بناكل لقمة طيبة. ما ننسى هلا هون انا ضفت خل. بنضيف خل شباب وصوايا. اوكي. بنضل مغير بهالمي لبين ما نلاقي المي صارت صافية مثل التلج. بضيف بعدها اخر زوم من المي، بضيف لها خل. بتركن 20 دقيقة لحتى يتعقموا مزبوط. وبرجع بكب المي وبغير المي، وبعدها بصفيهم. هلا هون عم صفيهم، وبعدها بروح بورق بهالحشائش 1 بي 1، بورقهم. اوكي. وبعدوني شباب وصبايا شو بنعمل؟ هون من بعد ما ورقنا الحشائش الخضروات، هلا بدي هون عم مفرم الركة جرجير، وهلا بدي بلش افرم بالملفوف. بعدين الخيار، بعدين الفليفله، وبعدها شو؟ البندورة، وخالص بننطبه. المهم شباب الصبايا، هيدا فتوش ليش سموه فتوش؟ عائلة من عوائل لبنان، لبنانية بجبل لبنان. أيام الحروب 1886 تهجروا إلى زحلة، من جبل لبنان لزحلة، زحلة البقاع. استضافوهم عائلة زحلوية من بيت فتوش. أوكي. لهول المهجرين، للعائلة المسيحية. فهدول العائلة المسيحية صايمين عن اللحم، صايمين عن اللحم. أوكي. فراحوا هدوليك شو قدموا لهم؟ فتوش. كان في على مع الأكل خضرة، سلطة خضار، ولحم. لحم ما بياكلوا لأنه صايمين، راحوا أكلوا الخضرة، السلطة. أوكي. أضافوا عليها خبز، ومن هون سموها فتوش، وصاروا ياكلوا وسموها فتوش. وانطلقت من هالمبدأ هذا، وانطلقت من هالمنطقة، من الزحلة. وخاصة زحلة مشهورة بالمقبلات اللبنانية. إذا بتقول مقبلات اللبنانية معناتها زحلة، أنت عم تقول أهل الكرم وأهل الجود. ولبنان معروفة بخيراتها، وما شاء الله. هلا هون سوري، انا عم اعمل الصوص هون. اوكي. صوص للهيدا عم اعمله انا صايم وعم اقدم. وسوري يعني عملته على السرعه هلا لانه عم اقدم والناس بدنا صايمين، بدنا نفطر. يعطيكم العافيه، امانه ما تنسونا باللايك والمتابعه، وشكرا لكم على المشاهده. باي.